بنرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم تجربة نجاح ملهمة مع عالم بجامعة القاهرة قدر إن هو يتحدى الإعاقة، نجح في الوصول للمسابقة العالمية للبرمجة، واللي تم تكريمه أيضا باحتفالية عيد العلم ال17 ضمن قائمة العلماء المكرمين، نتيجة لمشاركته في تدريب طلاب الكلية على مدار 20 سنة حتى الوصول إلى المسابقة العالمية للبرمجة. طبعا معنا في الاستوديو دكتور محمد محمود، أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة. أولا يعني منورنا يا دكتور. ده نور حضرتك يا فندم، وألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وحقيقة كده نموذج احنا كلنا بنتشرف بيه. الشرف ليا يا فندم. أولا كده يا دكتور محمد، خلينا نرجع كده من بداية مشوارك العلمي، يعني وحضرتك طالب لحد ما حصلت على الدكتوراه، وبعد كده بقى نتكلم عن التكريمات اللي معانا. اوكي يا فندم، انا دخلت الكليه سنه 97، كانت لسه دي تاني سنه الكليه تفتح، يعني انا تاني دفعه اتخرجت من، كان ساعتها لسه اسمها كليه الحاسبات والمعلومات، ما كانش اسمها لسه اتغير، وكانت لسه مش معروفه قوي في المجتمع. انا كنت بحب البروجرامينج والكمبيوتر من قبل ما اخش الجامعه، وكان يعني في التسعينات والثمانينات ما كانش مشهور قوي موضوع البروجرامينج ده، فكانت فكره ان برمجه ان يكون عارف الكلام ده وكده من قبل ما ادخل الكليه ما كانتش حاجه يعني منتشره قوي في المجتمع ساعتها يعني. فدخلت الكليه والحمد لله طلعت الثالث على الكليه وتعينت فيها معيد، خدت الماجستير من نفس الكليه، وخدت الدكتوراه من تشارلز داروين يونيفرسيتي في استراليا. و يعني ده مشوار العلمي، يعني انا بكالوريوس وماجستير من حاسبات القاهره، والدكتوراه من تشارلز داروين يونيفرسيتي في استراليا. وانا في سنه رابعه تقريبا في الكليه كنت قاعد بحضر محاضره عادي في كده، رئيس القسم بتاعتنا طلعت قالت لي عايزاك بعد المحاضره تجي لي. خلصت، هي كانت عارفه ان انا واحد من البروجرامرز الشاطرين اللي موجودين في الكليه، فطلبت مني ان انا اكون فريق واشارك في مسابقه البرمجه لاول مره على مستوى مصر للطلبه، اشارك وانا متسابق يعني ساعتها. فكونا فريق من الكليه، والفريق برضو بتاعي طلع الثالث على مصر تقريبا من غير تدريب خالص، يعني احنا دخلنا كده دايركت، يعني ما كناش عارفين كمان اسبوعين في مسابقه يلا خشوا. مثلا يعني كانوا ساعتها بيتعلموا منك الفريق دخلت، لا انا ساعتها دخلت كمتسابق مش كمدرب يعني كنت بشارك. خدت بقى تدريب، يعني عرفت بعد كده ان في حاجات لازم اتدرب عليها واعرفها وحاجات كتير جدا. فقعدت بقى اتدرب لمده سنه، ودخلت المسابقه تاني سنه 2001، وساعتها خدت المركز الاول برضو وانا طالب على شمال افريقيا والبلاد العربيه. ومن هنا تاهلت للمسابقه العالميه اول مره وانا متسابق. بعد 2003 خلاص بقى سني ما ينفعش ان انا اشارك كمتسابق تاني، فابتديت جم الطلبه اللي كانوا بيخشوا معايا قالوا لي احنا عايزين تبقى انت المدرب بتاعنا. وابتديت بقى مشواري التدريبي سنه 2003 في الكليه عندنا. ابتديت ادرب فرق كتير من فرق الكليه عندنا لحد 2011 تقريبا. ابتديت اقول بقى ان احنا محتاج اعلي المنافسه على مستوى مصر كلها، فابتديت ادرب فرق كمان من بره الكليه. بقيت بدرب في الاي يو سي، في الاكاديميه البحريه، في عين شمس، في كل حته. وبعد كده بقى المسابقه دي بتمر بمجموعه مراحل مختلفة كتير. أول مرحلة بتكون على مستوى الكلية، المسابقة العالمية. لا المسابقة الأول بتكون على مستوى الكلية، بيطلع منها مجموعة من الفرق بتشارك على مستوى مصر، بيطلع منها مجموعة من الفرق بتشارك على مستوى أفريقيا والدول العربية،
بيطلع منها مجموعه من الفرق بتوصل للمسابقه العالميه. فانا عشان اوصل للمسابقه العالميه لازم اكسب 3 مسابقات قبلها واتاهل منهم علشان. طيب واحده واحده كده. يعني ادراك حضرتك ضمن قائمه العلماء المكرمين ده بياتي نتيجه تدريب طلاب على مدار 20 سنه علشان يتأهلوا لهذه المسابقة العالمية المتعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي. مظبوط يا فندم. أنا آخر سنة كان عندي فريق السنة دي في المسابقة العالمية، كانت في بنجلاديش، كانت لسه في أكتوبر في نوفمبر اللي فات. كان معايا فريق من أكاديمية اسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والفريق طلع ال 45 على العالم، وده كان من اعلى الفرق اللي المنطقه بتاعتنا اللي وصلت لها يعني. يعني حضرتك كنت ما شاء الله متفوق في الكليه ومن الاوائل، وشاركت في مسابقات وكنت بتاخد مراكز، وحاليا في الوقت الحالي بتدرب طلاب وفرق بيخشوا مسابقات عالميه. بالظبط كده يا فندم. ما شاء الله. طيب ده مشوار مهم جدا ومشوار مش سهل، مشوار صعب، واكيد قابلك تحديات كتيره جدا، والناس اللي بتحبط، والناس اللي بتقول لك مش هتقدر، والناس اللي بتقول لك مش هتعرف. ايه التحديات بقى اللي قابلتك؟ لا، قابلتني تحديات كتير على مستويات مختلفه. على مستويات مختلفه، اولها مثلا ممكن في بعض الاوقات بعض الغيرة من بعض الزملاء، ممكن في بعض الأوقات تكون بعض المعوقات مثلا المادية في سفر الفرق أو التمويل بتاع تذاكر الطيران والحاجات اللي زي كده. في بعض الأوقات بيبقى في التصاريح والحاجات الأمنية. يعني مرة كان معايا فريق طلبة مدارس كنت مدربه، كان ممكن يوصل انه يجيب طلبه مدارس مش طلبه جامعات، كان ممكن يوصل انه يجيب ميداليات في الاولمبيات العالميه، بس للاسف الاولمبيات كانت في ايران، فما طلع لناش تصريح امني مثلا. يعني في اوقات كتير بيبقى في بعض الحاجات. والناس بقى اللي ما كانتش مؤمنه بيك كنت بتعمل ايه ساعتها، وكنت بتواجه ده ازاي؟ والله في حاجات مختلفه كتير. أول حاجة التحدي والإصرار بتاع إن أنا يعني هشارك وهتصل. لو عندك إرادة. لو في بعض الأوقات ما كانش فيه تمويل كنت ساعات بدفع من جيبي علشان أصفر الطلبة. في أوقات يعني في أوقات كتير كنت إحنا معانا يعني تكريمات من جامعة القاهرة، وعندنا كمان تكريم آخر، لو تقول لنا. التكريم ده اسمه السينيور كوتش أوورد. السينيور كوتش أوورد دي بيدوها للمدربين اللي بتقدر توصل المسابقة العالمية أكتر من 15 سنة مختلفة. يعني لو قدرت إن أنا أعدي 15 سنة مختلفة أوصل للمسابقة العالمية، فبناخد السينيور كوتش أوورد دي تقريبا من سنة 70 لحد دلوقتي. كانوا قبل ما أنا أخدها كان في 19 واحد بس على مستوى العالم خدوها، وأنا خدتها أنا يعني 20 و21 احنا خدناها 2 سوا السنة اللي فاتت ما شاء الله في روسيا. مجال التدريب مش سهل. لا مش سهل خالص. مش سهل خالص، واكيد برضو بتقابل طلبة يعني اللي متمسك برأيه شوية واللي يعني مقتنع بطريقته مثلا. بتتعامل ازاي؟ مفيش. بتجمعهم ازاي حواليك؟ اول حاجة انا بعمل مسابقة صغيرة كده للتأهيل للتدريب معايا، لأن يعني دي بعملها كل سنة مثلا في يناير أو فبراير، بعملها لمصر كلها وبعض البلاد العربية كمان. بعض الطلبة منهم بيحب يتدرب معايا فبسمح لهم يخشوا المسابقة بتاعتي. دي مسابقة بتاعت كوتش محمد، تدريب خاصة بيا. بختار على حسب مقدرتي في السنة دي محتاج كام طالب، 20 25 40 50. بختار مجموعة وبعمل لهم برنامج تدريبي طول السنة.
بختار وبكون منهم بقى فرق، من كل مجموعه من نفس الكليه بكون منهم فريق يعني. طبعا بواجه مشاكل بتاعت الناس اللي دماغها ناشفه شويه او كده، بس ده ممكن اتواجهه ان انا اعمل لهم مسابقات خاصه لوحدهم تدريبيه، واوري له لما هو بيتمسك برايه والنتيجه بتبقى شكلها ايه يعني، علشان بيبقى عندي فرق من جامعات مختلفه كتير، فده بيديني فرصه ان انا اخليهم يتنافسوا مع بعض قبل المسابقه الرسميه، زي ما تقول كده ماتش ودي. خلال الماتش الودي ده هم بيقدروا بينهم وبين بعض يشوفوا نتائج تنشيف الدماغ ده بيبقى شكله ايه يعني، ومنه بيقدروا يغيروا يعني. ده ذكاء من حضرتك. لا عادي يعني في التعامل يعني. طيب نرجع بقى للمسابقه العالميه الخاصه بالبرمجه والذكاء الاصطناعي. احنا ممكن نستفيد منه ازاي؟ مصر تستفيد من هذه المسابقه ازاي؟ المسابقه دي بتركز اكتر على التفكير، مش على المعلومات والامكانيات والنوليدج يعني هي مركزه قوي عن ازاي ابني تفكير الشخص، ان هو يكون عنده القدره انه يحل مشاكل باستخدام البرمجه والكمبيوتر. يعني انا مش بعلمه برمجه، انا بعلمه ازاي يستغل البرمجه في حل مشكله. دي النقطه الاولى يعني. في كورسز كتير بتدرس برمجه وبتدرس ابلكيشنز ديفلوبمنت والحاجات دي بعيده خالص عن المجال اللي انا شخصيا بشتغل فيه. انا بركز اكتر عن ان انا اعلمه ازاي يفكر. واغلب الانترفيوز مثلا بتاعت الشركات العالميه بتكون الاسئله بتاعتها في التفكير، مش خالص انت عارف ايه يعني. هو لما بيجي يعمل لي انترفيو عشان يشوف هيقبلني في شركه ولا لا، هو ملوش دعوه السي في بتاعتي مليانه معلومات قد ايه. هو بيبتدي يشوف، بيحط لي بروبلم ويخليني اشوف انا هعرف احلها ازاي، او انا هفكر في حلها ازاي. وعن طريق ولو لقاني لو تفكيري عجبه بيقبلني في الشغل. هي دي الفكره، ان احنا بنبني العقول اكتر بكتير جدا. صحيح. ما بنبني المعلومات. عدد العلماء اللي وصلوا للمسابقه دي تقريبا قد ايه، ومين اللي بيشرف عليها؟ هي اشرف عليها مؤسسات مختلفه كتير. كان زمان سبونسر ليها IBM ومايكروسوفت، بس سابوها فتره كبيره. بعد كده كان في الاسوشيشن اوف كمبيوتر ماشينري. بعد كده اللي بيشرف عليها دلوقتي حاجه اسمها الICPC فاونديشن. فالتاريخ بتاع المسابقه كانت جامعه بايلور في تكساس بتشرف عليها في فتره من الفترات. فهي مر عليها رعاة مختلفين كتير عبر السنين يعني. وكلها مؤسسات، بنتكلم عن مؤسسات عريقه، مؤسسات مهمه ليها باع يعني. مظبوط يا فندم. طيب نبأ بقى تكريمك في عيد العلم ال17، واحنا معانا هو كتاب عيد العلم ال17، وحضرتك كمان يعني كاتبين عنك في هذا الكتاب. طيب تلقيت نبأ تكريمك في عيد العلم ال17 ازاي؟ ده يا فندم كان بعد حصولي على السينيور كوتش اوورد اللي كنت قلت لحضرتك عليها، اللي هي بيوصل لها الناس اللي وصلت الورلد فاينلز اكتر من 15 سنه. لما رجعت طبعا اداره الكليه عندي رشحت اسمي لرئاسه الجامعه، علشان هم الانجاز اللي انا حققته لابناء الكليه، وخصوصا ان انا بعتبر ان حاسبات القاهره بيتي يعني. اللي هم يعني اداره الكليه رشحت اسمي، والجامعه اختارتني من ضمن الناس اللي الكليه رشحتهم الف مبروك طبعا. يعني تكريم مستحق الحقيقه على مشوار حضرتك المشرف. بالذات ان احنا بنتكلم عن مجال مهم جدا، مجال البرمجه والذكاء الاصطناعي. ويمكن احنا هنا في مصر اعتقد 2019 بدانا ان احنا ننشئ كليات ذكاء اصطناعي، واعتقد هذه الكليات موجوده
في 9 محافظات. مظبوط يا فندم. يعني لو انا مش مخطئه يعني في الرقم، اعتقد موجوده في 9 محافظات، وبدانا نهتم بشكل كبير جدا بهذا المجال، وبنقول عليه دايما ان هو المستقبل. شايف اقبال مدى اقبال الشباب على هذا المجال ازاي؟ وفكره ان انا كمان ابقى متخرجه من او معايا بكالوريوس او معايا شهاده في الذكاء الاصطناعي، ده هيفيدني ازاي في سوق العمل؟ بص يا فندم، الشهاده طبعا من الحاجات المهمه ومن الحاجات الكويسه والمهمه جدا في حياه الشخص الخريج الكمبيوتر ساينس والارتفيشال انتليجنس والسوفت وير انجينيرنج والمجالات اللي ليها علاقه والكمبيوتر انجينيرنج والحاجات اللي ليها علاقه بكده. بس في حاجه تانية مهمه جدا، هي ان الشخص يبقى مهتم شويه بانه يبني السكيلز بتاعته وهو لسه طالب، مهاراته وهو لسه طالب في الكليه، لانه لو ما اشتغلش على نفسه لوحده جنب الدراسه مش يعني لما يتخرج مش هيبقى بنفس الطلب عليه زي كده الحاجات التانية. واحدة من ضمن الحاجات المهمة جدا هي الاشتراك في المسابقات المختلفة والحاجات اللي شبه كده. دي من أكتر الحاجات اللي بتخلي الشخص عليه طلب من الشركات الكبيرة والشركات العالمية طبعا. وبعدين الاشتراك في المسابقات كمان بيلغي شوية التفرقة ما بين الشهادات المختلفة وبعض، يعني بصرف النظر انت متخرج من انهي كلية ليها علاقة. انت لو عندك هيستوري كويسة في المسابقات ده بيخليك عندك القدرة انك ده غير ان انت بتكتسب مهارة وخبرة. طيب انا عايزة اسأل حضرتك، يعني يمكن شاركت في مسابقات محلية وعربية وافريقية وعالمية، وما شاء الله دربت فرق كتيرة جدا ووصلتهم، كمان فرق مصرية وصلتهم للعالمية واتكرمت طبعا، ليك تكريمات مهمة. يعني ايه تاني نفسك تحقق؟ ايه تاني حلمك ايه؟ لا يعني هو احنا عندنا حاجات كتير لسه ما وصلنالهاش. يعني عندنا مسابقات الجامعات بالذات. احنا عندنا مثلا في مسابقات للمدارس وفي مسابقات للجامعات. مسابقات المدارس احنا الى حد ما متفوقين فيها جدا. مسابقات الجامعات احنا مستوانا فيها كويس، بس لسه ما وصلناش للطموح اللي انا نفسي ان انا اوصل له. يعني فكره ان احنا دخلنا في ال50 الاوائل السنه دي، فده في حد ذاته يعتبر انجاز كبير، بس لسه عايزين نوصل للتوب 30 والتوب 20 والتوب 10 وهكذا. يعني فلسه قدامنا شغل كتير. يعني السكة طويلة، بس الإصرار والعزيمة طالما موجودين مظبوط يا فندم، مفيش أبدا مستحيل. إيه اللي جاي؟ إيه اللي ناوي تعمله أو أهدافك الفترة اللي جاية؟ بص يا فندم، السينيور كوتش أورد دي بياخدها الكوتشز اللي وصلوا المسابقة العالمية 15 سنة. دي 20 واحد بس، يعني أنا يعتبر رقم 21 اللي خدها. في جايزة بعد كده 6 بس اللي خدوها على مستوى العالم من سنة 70 لدلوقتي. دي يعني ممكن كده على 25 ولا حاجة أكون وصلت لها. دي اللي هو بيقدر يوصل الورلد فاينلز أكتر من 20 سنة تدريب مختلفة. يعني دي فاضل لي فيها، يعني أنا دلوقتي معايا 18، فاضل لي مرتين دول ممكن اجيبهم في 24 و25 ان شاء الله. ده الشورت تيرم جول، يعني اللي هو الجول السريع يعني. اما الجول الاستراتيجيك بقى على اللونج ران، ان يكون عندنا فرق مصريه وعربيه وافريقيه موجودين مش بس في ال50 الاوائل، يبقى عندنا كمان في ال12 الاوائل وال20 الاوائل. ومفيش ما يمنع ان احنا نكسب في سنه من السنين ان شاء الله باذن الله. طيب نصايحك ايه للطلبه؟ نصايحك ايه كمان لاي حد يعني شايف ان المشوار طويل بس صعب وانه ممكن ما يكونش قد التحدي؟ والله يعني اللي انا عايز اقول لحضرتك، انا لما ابتديت سنه 2003 كنت بروح المسابقه العالميه احل سؤال واحد وارجع. يعني ما كنتش بعرف اعمل حاجه، وكانت كل الناس بتقول لي ما تضيعش وقتك في الموضوع ده. يعني
دي مش لعبتنا، شوف حاجه تكسب فيها احسن يعني. ما شايفين اللي بتعمله ده يعني ملوش قيمه؟ مش شايفين ملوش قيمه، شايفين ان المشوار طويل وصعب، ويعني ملوش لازمه، ما يستاهلش التعب ان انا اوصل له يعني. خصوصا ان اول فتره كانت المنافسه شرسه جدا ما بين مصر وجنوب افريقيا على زعامه القاره. يعني فكره ان دايما الفرق بيننا وبينهم كان دايما في كومبيتيشن، وكانوا دايما في الاول كانوا يعني اول ما انا ابتديت كانوا دايما هم الفرق بتاعتهم هي اللي بتكسب يعني. اللي بتكسب على الاقل الفرق الافريقيه كان الاول دايما على افريقيا، كان دايما بيكون من عندهم يعني. بعد ما اشتغلنا فتره كبيره يمكن من 2010 لحد دلوقتي هم ما كسبوش ولا مره. يعني فده مثلا حاجه من الحاجات اللي قدرنا نوصل لها. وبعدين فكره كمان ان مثلا بعض البلاد الاخرى اللي جنبنا اللي ممكن يكون عندهم مثلا ظروف مش سهله قوي زي سوريا، زي مثلا فلسطين، زي غيرهم، الفرق اللي بتطلع من هناك لما تقدر توصل المسابقه العالميه وتتاهل رغم ظروف الحرب ورغم قطع الكهرباء ورغم المشاكل اللي زي كده، خصوصا لما بساعد طلبه من هناك كمان بيبقى الموضوع يعني. السنه دي عندنا فرق من فلسطين وصلت المسابقه العالميه، ودي كانت اول مره من عندهم فرق توصل. في فرق في المدارس خدوا ميداليات برونزيه من هناك. سوريا برضو عندها فرق قدرت توصل. يعني المجهود اللي احنا بنعمله في مصر وفي البلاد اللي حوالينا بيثمر في الاخر. لا اكيد اي مجهود دايما بيكون ليه ثمار، وبيكون يعني التعب اللي الواحد بيعمله ليه نتيجه كبيره قوي سواء على الارض او حتى عند ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكرك على وجودك معانا، ويا رب كل التوفيق وكل النجاح، ومبسوطه جدا بروحك. يعني في الحقيقه طاقه نور، طاقه امل، يعني طاقه عمل يعني بتديها لنا كلنا. الف مبروك على التكريم، وكل التوفيق طبعا لحضرتك ان شاء الله مع الطلاب، وطبعا في حياتك العلميه والعمليه. شكرا لك. شكرا.